يشارك البطل المغربي سفيان البقالي بعد غد الأحد في النسخة 80 من سباق خوان موغويرزا للعدو الريفي الذي يجرى ببلدة إلغويبار في إقليم الباسك الإسباني، والذي يندرج أيضاً ضمن رزنامة سباقات الاتحاد الدولي لرياضة ألعاب القوى. هذا وأعلن البطل الأولمبي المغربي عودته للميادين عبر سباق الكروس كونتري، وهو أول ظهور للعداء المغربي خلال سنة 2024 الأخيرة. ستتميز بمشاركة البقالي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بباريس في يوليوز القادم، إشار إلى أن البقالي كان قد شارك في بدايات مسيرته الاحترافية في بطولة العالم للعدو الريفي سنة 2015 بمدينة غويانغ الصينية، حين احتل المركز 18 لدى فئك الشباب.